السلام عليكم متابعي قناة حلويات أم هدى. وصفة اليوم وهي عصير زعزع كيجي هائل ورائع. فإلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة باش يوصلكم جديد الوصفات. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. نبداو على بركه الله في تحضير هذه الوصفه. كنحتاجو 500 ملل من الحليب، ملعقتين كبيرتين من السكر الخشن او سكر حبيبات. هنايا الحلاوه حسب الذوق، وهنا عندي بودره مستحضر فلان عادي. غادي ناخذ الفلان كنوضعو على السكر الخشن وكنخلط مزيان النواشف. انا هنا كناخذ كاسرول وغادي نوضع فيه اضيف السكر الخشن اللي خلطت اللي مزجته مع الفلان. كنحرك جيدا. انا هنا غادي نوضع الخليط نتاعي فوق النار مع التحريك حتى الغليان. هنايا بعد ما غلى لي الحليب فكنفرغوا في هاد الكؤوس هادو يكونوا كبابرين شويه، وما غاديش نملؤهم كاملين، نملأ غير ربع ديالهم. انا هنايا بعد ما ملأتهم غادي نخليهم انه حتى يجمد ليا. عاد نبدا في تحضير الطبقه الثانيه. فبالنسبه للطبقه الثانيه فكنحتاج عندي هنا الفواكه. عندي حبه كبيره من التفاح، حبتين من الموز، عندي حبه واحده من الكيوي. اي حاجه عندكم متوفره كتقطعوها بهذه الطريقه الى مربعات صغيره بهذا الشكل هذا. قليل من الفراوله. وهنا عندي الافوكا باش غادي ندهن. عندي 4 حبات، اللي عنده حبتين يكونوا كبار كيستعملوا. انا عندي هاد الصغيره فاستعملت 4 في نصف لتر من الحليب. نبداو على بركه الله. اول حاجه انا هنايا نسيت ملعقتين كبيرتين من السكر الخشن. الحلاوه كتبقى حسب الذوق. انا هنا كناخذ كاس الخلاط. وغادي نوضع نصف لتر من الحليب. ثم انا هنا كناخذ الافوكا نقطعها الى نصفين. غادي نوضع الافوكا. ثم انا هنايا غادي نضيف السكر الخشن او سكر حبيبات. غادي نخفق الكل جيدا. انا هنا القوام ديالو لازم انه يكون ثقيل قليلا. غادي نبدا نطحن. فهنايا بعد ما طحنت العصير نتاعي كما كتلاحظوا ان القوام ديالو ثقيل قليلا. فانا هنا في الكؤوس كناخذ اول حاجه الفراوله اللي قطعتها بهذه الطريقه هذه، وكنلصق في الجوانب نتاع الكاس باش كيعطينا منظر فقط. اللي بغى يديرها كيديرها، اللي بغى يستعملها كاضافه كيستعملها بهذا الشكل هذا. ثم غادي نستمر بنفس الطريقه تنكمل جميع الكؤوس. فهنايا بعد ما وضعت في الكؤوس نتاعي الفراوله بهذه الطريقه هذه في الجوانب باش كيعطيني منظر في الاخر. اللي بغى يضيفها كيضيفها، فاللي ما بغاش داكشي كيبقى اختياري. انا هنا غادي نفرغ القليل من الافوكا. ثم انا هنايا كناخذ الفواكه. فانا هنايا في هذه الفواكه هذه عصرت واحد الحامضه باش ما كيكحليش التفاح فقط والموز. بالنسبه للفواكه اي فاكهه متوفره عندكم كتستعملوها، فقط حبه واحده تكفي من كل نوع من الفواكه. انا الان غادي نفرغ باقي العصير على الكأس بهذا الشكل هذا. كنملئو مزيان. انا هنا فقط غادي نزين. فبالنسبه للتزيين عندي هنايا القليل من الزبيب، القليل من اللوز يكون محمر، القليل من الشوكولاته. تستعملوا اي نوع ديال الشوكولاته اللي كتبغيو، سنيكرز، اي حاجه متوفره عندكم في البيت. غادي هنايا انا هنا ما غادي نديرش نهائيا الكريمه، فقط غادي نكتفي بالفواكه وغادي نوضع. وكان هذا هو الشكل النهائي نتاع عصير زعزع اللي معروف به منطقه الشمال. كيجي رائع وهائل. فإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.